وصفة النهاردة سهلة وبسيطة وجميلة جدا. هتقولي فيه فطير سهل وبسيط، هقولك ان الوصفة دي سهلة وبسيطة، وكمان يعني عايزة اقولك هتنبهري بالطريقة، انت نفسك هتنبهري بنفسك وانت بتعمليها. لو عايز تعملي 20 فطيرة في اليوم ده هتعملي، وهتعزمي صحابك وحبايبك وهتوزعي على كل معارفك. فطير فلاحي ومشلتت ومعمول على البوتاجاز. لو حابة تعمليه في الفرن هتدخليه الفرن على اعلى درجة حرارة، بس كده. اما على البوتاجاز انا هقولك هنعمل ايه بالظبط. مكوناته سهله وبسيطه: 350 جرام من الزبده اللينه بدرجه حراره المكان، خدت منهم معلقه كبيره سكر، معلقه ونص سكر كبيره، ومعلقه صغيره من الملح، وثلاث كوبايات من الميه. ده كيلو من الدقيق انا نخلته مرتين، وهحط حالا عليه المعلقه ونص من السكر، طبعا معلقه ونص كبار، ومعلقه صغيره من الملح، وهخلطه بصوابعي كده زي ما انتم شايفين. وهحط بقى الميه. انا معايا 3 كوبايات ميه عاديه من الحنفيه، ما حطيتش خميره ولا هحط اي حاجه تاني خالص. عجنت اول كوبايتين كده بصوابعي، بشرب الدقيق كمية المية، وهبدأ